الفل يا ست الكل. الناس اللي جابت غسالة اطباق وما كانتش عاملة حسابها في السباكة، مفيش مكان للصرف، تعمل ايه؟ هتروح على صرف الحوض وتجيب حرف واي تي واي زي ده بالشكل ده، وتحط مكان في صرف الحوض زي ما هو كده، والناحية التانية صرف غسالة الأطباق. أنا حاطط اللزق ده علشان خاطر ما يبقاش فيه مثلا يطلع هوا حشرات، أو إن ده الخرطوم ما يقعش. هو ثابت وكل حاجة لكن أمان، بحط عليه لزق من هنا ومن هنا كده. يبقى انت عملتي اشتراك ما بين صرف الحوض وصرف غسالة الأطباق. ومعلومة كمان، لو ارتفاع الصرف بتاع الحيطة واطي مثلا 20 سنتي 30 سنتي، ده المهم ما بيفرقش، لكن المهم يفرق فين؟ في ظهر غسالة الأطباق. تعالوا نشوفوه ارتفاعه يكون كام. يا ست الكل، ده صرف غسالة الأطباق في ظهر الغسالة، لازم يكون على الارتفاع ده ويكون مربوط بالشكل ده أو بكليبس كده، يكون مرتفع اقل حاجة 60 سنتي 70 سنتي، يكون مرتفع كده علشان خاطر المضخة بتاعة الغسالة. فلو الصرف اللي في الحيطة نفسه واطي مفيش مشكلة، المهم الصرف نفسه يكون متعلق في ظهر الغسالة كده ويكون مرتفع. ولو عجبكم الفيديو، دعوة حلوة يا ست الكل، شكرا.